الخمرة حرام ولا حلال؟ اسأل أمك. مصطفى، ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا دكتور؟ لست باشا ضروب بقى هندسه. قال لك اني هندسه وباش مهندس يا غبي. انت هتضربني، حرام عليك يا اخي. السلام عليكم. الو. الو يا عم، صلى على النبي كده، انتهت كلمة الو وماما وبابا والكلام ده انتهى. في لغة عرب قرآن نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام، أحسن الله إليك. هذا كلام منير مشرق. تفضل. شيخ. الحمد لله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، حكم رأس الزوجة للزوج. استغفر الله وأتوب إليه. هناك ما هو أعظم من الرقص يعني. نعم؟ وهناك بينكما ما هو أعظم من الرقص. الرأس تحديدا يا شيخ مصطفى. الزوج. يعني رقص الزوج للزوجة، يعني أنت تريد ترقص لها ولا هي اللي ترقص لك ولا إيه؟ مش عارف. لا، هي اللي ترقصني وأنا أرقص لها يا شيخ. الله المستعان. ارقصوا البعض ما في. يعني لا، مش هرقص لها يا شيخ. هي الموضوع فيه لا حرام أو فيه أكل. لا يا عم، ليس بحرام. حرام إيه بس؟ بقول لك في هناك بينكما ما هو أعظم من الرقص لو كنت تعقل. أيوة، ما أنا عارف يا شيخ. خلاص. طب ولو على أغاني فيها موسيقى؟ لا، موسيقى بتاع الموسيقى، لا تغني لك بدون موسيقى. ماشي. صوتها وحش يا شيخ. نعم. صوتها وحش. صوتها وحش؟ طب بالله صوتها لك بس. ماذا أقول يعني؟ سأل عنها. جزاك الله خير يا شيخ. الله يكرمك. مش عارف ماذا نصنع. كل يوم تتصل عايز تتزوج. لا أنا يا شيخ. أنت تتكلم هائجا كل يوم على الزواج. والله وعرفهم في البيت. ما أنا قلت لك شوف لك واحدة سيب. يعني إيه سيب؟ مش عارف سيب يعني إيه؟ تاء ياء باء. أمك تعرف سيب يعني، اسألها. واحدة يعني متطلقة، زوجها ميت، وتزوجها تلم نفسك. اتجوز مطلقة. إيه المشكلة؟ أمك هتضربك يعني على رميزة؟ ها؟ لا، ده انا لو جبت لامي سيره ان انا اتجوز مطلقه دي تسبحني، تقول لي اطلع بره البيت. طب ما تطلع بره البيت، إيه المشكلة؟ انا اقعد في الشارع، وانا بقول لك يا شيخ مش عارفين نجيب شقه البات في الشارع. لا، تقعد في شقة العروسة الجديدة. يعني خلي المطلقه تجيب لي شقه. عندها شقتها. يا نهار ابيض، يعني كمان هروح على نفقه واحده؟ إيه المشكلة يعني؟ ما أنت مسعور، هنعمل لك. انا 19 سنه راح اتجوز واحده عندها 40 سنه تخلف قد. طب الرسول مش تزوج خديجة وهي تكبر منه ب 15 سنة؟ يا شيخنا الزمن غير الزمن. طب ما انا المك ازاي يعني؟ فهمني كيف نلمك وانت كل يوم لا نافع فيك صيام ولا نافع فيك تعفف. كيف نلمك يعني؟ عايزين نلمك من الشارع. لا والله الحمد لله يا شيخنا، الحمد لله بغض بصري، والكليه ذنب عظيم والواحد بيقعد منها عشان بيشوف ربنا يهدي الجميع، وبقعد قافل على نفسي في البيت لحد ما ربنا يكرم وربنا يرضى. ما شاء الله قبل يعني. كده دعاء الزواج، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا دكتور؟ لست باشا، انا اخلك في الله. بقول لحضرتك ايه يا شيخ مصطفى؟ اتفضل. انا دلوقتي متجوز 3. الله يبارك يا رب. الله يخليك. ففي منهم 2 يقولوا لي ما تجيبش حلاوه الموسم عشان هي حرام. ايوه. اما عايزين ياكلوا حلاوه. هات لي اللي عايزه حلاوه واللي مش عايزه ما تجيبلهاش. لا، مش مشكله. ما تدخلش البيت حلاوه. يا حبيبي، هم الثلاثه في شقه واحده ولا كل واحده في بيتها؟ كل واحده في بيت. خلاص، اللي عايزه حلاوه الله لا. يجبر خاطرك هتلاقي حلاوه، اللي مش عايزه حلاوه شكرا يا اختي مش هيجيب لك حلاوه وانت لا. ما هو مش هيجيب لك. انا في شركه وتسلموني 5 كيلو. 5 كيلو؟ اللي مش عايزها تسيبها وتاخد اديها للاخرى. او ادي هنا كيلو مثلا، والدتي كيلو كده. خلاص، ادي لامك. لك ايوه. امك عايزه ولا مش عايزه حلاوه؟ عايزه حلاوه. ادي لها حلاوه. وزوجها عايزه حلاوه ولا مش عايزه؟ طب عيال مراتي الثانيه تاخدهم عند الزوجه اللي بتحب الحلاوه واكلهم حلاوه عندها. هو ده بقى السؤال. هنا بقى السؤال يا شيخ مصطفى. هنا بقى الله يفتح عليك. انا بقى ساعات اخدهم واكلهم عند والدتي الحلاوه. هل هنا عليا ذنب؟ لا، ما عليك ذنب، ليس عليك ذنب. طيب. طب انا لما ناخد الرابعه، في واحده رابعه داخله معايا عايزه اتجوزها. طب هل هي هتوافق على دخول الحلاوه برضه؟ ولا ايه حكايه الحلويات وممنوع وحرام؟ انا ما كنت يعني من زمان
واحنا بناكله واهالينا بيجيبوا لنا، وما كانش فيه ولا حاجه اسمها حرام ولا حاجه. ايه اللي دخل الحكايه دي في دماغ الحريم ده؟ مش عارف والله. هم قالوا ان الاحتفال بدعة وبعد كده حرموا الحلاوة. صح الاحتفال لم يرد عن رسول الله، لكن الحلاوة حلال. بارك الله كله اتبسط. بس هل افترض الزوجة اشترطت عليك الحلاوة، اجيب لها ولا مش هجيب لها؟ اكيد هجيب لها. خلاص توكل. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الايس كريم الكونو يا شيخ علامة من علامات الساعة. من الايس كريم الكوم علمنا على الساعة، ده كلام غريب يعني. اللي هو اللي في اقماع بسكويت ده، في الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. لا 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 مش ايس كريم دي خالص. لو ثبت الخبر، لان في كلام شويه ده بيتخللون يعني الكلام على الكلام اللي بيخرج من افواههم، يعني يلوكون الكلام بالنسبه مش الايس كريم. الله يغفر لك. لا لا انت ما تتكلمش خالص الا بتقرا. اقرا الاول للعلماء. ثانيه واحده بس. لا ثانيتين ولا بس. لا معلومه بس. معلومه ايه بس يا عم الله يغفر لك. اول نوع من الايس كريم اللي هو بيتاكل باللسان. ايوه ده بقى زي المنافقين ولا من اشراط الساعه؟ مارتيني 1903. ها؟ الايس كريم اللي بيتاكل باللسان اللي هو النوع اللي عامل زي الكونو ده اول ايس كريم بيتاكل باللسان، بيتاكل باللسان زي ما البقر بتاكل بألسنتها. يا حبيبي صلى على رسول الله. صلى على النبي محمد كده عليه الصلاه. وانا انصحك. هي اشاره للزمن يا عم اشاره زمن ايه بس؟ يعني اشاره ايه؟ الله يغفر لك. هو بيتكلم على الذين يلوكون الكلام بافواههم مش عشان الايس كريم. الله يغفر لك. انا عارف تفسيرها يا شيخ، انا عارف. يا حبيبي اسكت ما تتكلمش بقى خالص كده في ايس كريم ولا في الايه. الحكم عمل البيت بوكس. عمل ايه؟ البيت بوكس. يعني ايه البيت بوكس؟ البيت بوكس ده اللي هو انك تطلع اصوات من بقك مثل الموسيقى، يعني دي موهبه كده زي تبقى مثل الموسيقى. طلع كده اخرج مثلا زي اصوات كده مثل الموسيقى. الله. بص يا شيخ، عندي اختي كانت لها مشكله، راحت للمحامي وعطيته 300 جنيه عشان جوزها كان عامل مشكله مع اختي، عشان ايه يعني ايه يعمل محاضر لاختي. المهم فده الموضوع مع اختي بقى ايه، اختي رجعت في كلامها وهي ايه عايزه تاخد مني 300 جنيه، بس هو راح قال لها انا رحت الاسم بيهم، قالت له خد 100 جنيه حق ما رحت واديني ال 200، قال لها لا، قالت له خلاص. يعني النزاع في 300 جنيه اللي اعطتها اختك للمحامي، هل تاخذها جميعا او المحامي يقول انا صرفتها؟ يتدخل واحد محامي وسيط يفصل بينهما في المساله. لا ما رضاش يديها الفلوس. المهم انا ضغطت وانا معاها عند المحامي. قلت له اديها لها اصل هي منفصله وجوزها معهاش فلوس، اديها 200 وخد ال 100. قال لا انا رحت بيهم الاسم وجبت لك اهي المحاضر وعطيت له. طب ايه السؤال؟ طيب المهم السؤال، رحت انا من غيظي كان في كاتل على الطباخه وانا طالعه قديم كده ابيض، رحت خدته وانا ماشيه. سرقت منه عشان غصت من المحامي. المهم ايه وهو بقى ايه بعد ما نزلنا اتصل بينا لاحظ سمع الدوشه انا خدته في الكيسه. المهم مشينا لقيت اتصل ما ردناش عليه، بس انا ندمت قلت لا برضه غلط وزعلت، كنت عايزه ارجعه له. وراحت اختي قالت له لا ده هو خد مني 300 جنيه المفروض لي 100 بس حق ما راح الاسم مثلا جاب رقم المحضرين مثلا. فانا عليا ايه بقى اعمل ايه دلوقتي؟ رد الكتل. ما اختي مش راضيه تدوني، قالت له لا ده واخد مني 300 جنيه بحالهم. وما انا خدته وعطيته لاختي عشان يعني ايه بدل فلوسها اللي هو خدها منها، يعني كتير 300 يروح بيهم الاسم، فاهم يا شيخ؟ فانا برضو عماله قلت اللي انا عملته انا غلطانه ان انا عملت كده، انا زعلت برضو فاهم. فقلت لاختي هترجعوه، رحت اختي قالت لي لا ده واخد حقه، ده خد مني فلوس بزياده. حضرتك معايا؟ الو معك. ايه اعمل ايه؟ شفاك الله وعافاك يا رب، شفاك الله وعافاك يا رب. رد الكتل.
يعني اجيب واحد بداله واختي ما ادتهميش؟ نعم. ولو ما وديتوش يبقى علي اسم يعني؟ تبقى حرامية. ما هو سنة بقول له حسبنا نعم الوكيل، قال لي ولا يهمك يا فندم. ماشي حبيبتي، بكل برود يقول لي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله ولا تحتنا فيه. ربنا يزيدك يا رب. لو سمحت يا شيخ هذا التفسير وأنفاته. الخمرة حرام ولا حلال؟ اسأل أمك. هل أنت الأولى أم القطة يا أهل الإسلام؟ أنت أولى أم أنا الأولى، بس دلوقتي القطة أنا خاف عليها أخرجها في الشارع ولا أديها لحد أنا ما أقدرش أستغنى عنها، فهل لو عملت لها عملية تعقيم هل كده حرام؟ لا مش حرام، بس أنا أنصحك أنت مش قد المسؤولية تصلح القطة لأي واحدة من الناس اللي عقلهم زي كده اللي بيحبوا القطط. لا ما هم ما أقدرش، أنا بحبها جدا يعني، اتعلقت بيها وهي جميلة، هفضل أحافظ عليها حتى لو ربنا رزقني بأطفال عمري ما هستغنى عنها. لا لا لا. فأنا دلوقتي طب أنا أسألك سؤال يا أختي. ألا ترين أنك دخلت في الغلو في حب القطة؟ أيوه بحبها جدا يعني طب إذا الزوج قال لك يا أختي اصبري بس، إذا الزوج قال لك يانا القطة هتختاري مين؟ ما هو زوجي بيحبها وهو كمان بيقول لي اسألي كيف إن إحنا نعمل لها عملية تعقيم عشان هي عاملة لنا إزعاج في البيت، بتقعد بال10 أيام ما بتبطلش صوت. عشان تتزوج يعني اعملوا لها عملية تعقيم ماشي. يعني لا بأس فيها، مفيش حرمانية عليا؟ اي بس ما فيش حرمانية عليك، هتعملي عملية تعقيم ما فيش مشكلة. هعمل لها عند دكتورة وههتم بيها طول عمري، عمري ما هسربها. هل يا شيخنا حرام؟ لا ليس بحرام أن تجري المرأة عملية تعقيم لقطة مزعجة. هذا الوضع باختصار. في البيت يا ناس قطة مزعجة تصيح 10 ساعات تريد الزواج. أيوة أنا مش هقدر أجوزها. وأنت الفقيرة مش قادرة تزوجيها، طيب ده الواحدة ثانية غيرك تزوجها وتعمل لها فرح ووليمة ولا ما أنتش قادرة أيضا. أنت وزوجك بتحبوا القطة. أيوة بنحبها ومش هنستغنى عنها أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فما فيش حرمانية نعمل لها تعقيم. لا مش تعلمين. أنصحك فلوس التعقيم اعملي بها أنت عملية لنفسك. ماشي السلام عليكم.